السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى الفيديو التاني من التفريزات او سلسلة التفريزات اللي عملناها مع بعض. الفيديو الاولاني هسيبه لكم تحت الفيديو لو ما كنتوش شفتوه، هتلاقوه في اول تعليق مثبت، وده الفيديو التاني. النهارده فيديو حلو جدا جدا، عاوزاكم تحطوا لايكات كتير قوي للفيديو عشان بجد هيعجبكم قوي. النهارده هنفرز مع بعض بطاطس الفارم فريتس، هنعملها بطريقه الشركات بالظبط. هقول لكم السر وايه الحاجه اللي بيضيفوها عليها عشان تديكم الكفر اللي بيكون من بره مقرمش وتكون طريه كده معاكم من جوه. عايزه اقول لكم البطاطس الفارم فريتس دي من الحاجات المنجزه جدا في البيت، سواء للفطار للغدا للعشاء للسحور في شهر رمضان ان شاء الله. فدي كده حاجه اساسيه معاكي، لازم كده تكوني مظبطاها ومجهزاها كده، وخصوصا قبل شهر رمضان ان شاء الله عشان تنجزك كده وتسهل عليكي. انا مبدئيا كده جبت 2 كيلو من البطاطس، طبعا دول على قد الاسبوع بس، يعني انا ما جبتش لشهر او حاجه، بس طبعا انا برجع وبعمل تاني. انا بس في الفيديو بعمل كميات بسيطه عشان اسهل على نفسي، لكن بعد كده برجع وبزود تاني. تمام. البطاطس اليومين دول حلوه جدا وسعرها الى حد ما في المعقول. انا جبت الكيلو ب 15 جنيه، ال 2 كيلو دولت ب 30 جنيه. زي ما انتم شايفين بطاطس التحمير دي بتكون فيها كده اللي هي نقطه حمراء، زي ما انتم شايفينها اللي انا بشيلها بالسكينه دي، بتكون حلوه جدا. بحب اقشرها كده بالمقشره كده، المقشره بتاخد حاجه خفيفه خالص كده، القشره اللي بره بس ما بتاخدش حاجه خالص من البطاطس، فهي مهمه جدا جدا. تمام. فبحب اقشر كده. كمان البطاطس نقوها كده تكون كبيره معاكم عشان ما تهدروش فيها، لان البطاطس الصغيره هتطلع معاكم قشر كتير، فبالتالي هتلاقوا يعني هدرتوا منها كتير. تمام. لكن الكبيره ما بتهدروش منها كتير، وكمان بتقدري تعمليها بالمقشره غير الصغيره. مش بنعرف نقشرها بالمقشره. هقشر كده كل الكميه الاول وبعد كده بغسلها. عاوزاكم بقى تكتبوا لي كده في التعليقات اسعار البطاطس كده عندكم عامله ايه، عشان كده نستفاد من بعض ونعرف الاسعار. كده انا غسلت كل الكميه بالشكل ده كده بعد ما قشرتها. بعد كده هاجي كده بالعرض وهبدا كده اقطعها عادي جدا، وهبدا اقطعها صوابع. طبعا تقدري تقطعي بقى على بلانشه كده، او تقدري تقطعيها لو عندك اللي هي القطعات بتاعه الكيتشن ماشين. انا بصراحه بحب اعملها على ايدي كده سريعه كده، مش بتاخد مني وقت خالص. كده افضل لي بكتير، بدل ما اقعد بقى انزل الكيتشن ماشين واشغله كده، بحس كده اسرع. ممكن اخد كده قطعتين مع بعض واعملهم بالشكل ده كده او 3، بيكون برده حلو. وانتوا بتقطعوه خلوا فيها سمك كده، ما تخلوهاش رفيعه قوي عشان تستحمل معاكم التخزين. تمام. عشان كمان الخطوات اللي هنعملها فيها دلوقتي ما تتهريش منك او ما تتقطعش منك. عايزه اقول لكم احنا هنفرزها بطريقه تحفه جدا، حتى لو هي مش بطاطس تحمير برضه هتطلع معاكي زي الفل، مش هيحصل لها اي حاجه، تقعد معاكي سنه كامله في الفريزر، لا هتسود ولا هيحصل لها حاجه ابدا. تابعوا الفيديو للاخر وشوفوا كل التفاصيل عشان كل نقطه في الفيديو بجد مهمه جدا. انا كده هقطعها زي ما قلت لكم، لازم يكون فيها كده سمك شويه. ممكن تحطيها كده على بلانشه وتظبطي كده الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، تقطعيه وتخليها كده شكلها مستطيل لو حابين الصوابع كلها تبقى قد بعض. تمام. ويعني الموضوع مش مستاهل، بس لو حابينها تبقى زي بتاع بره بالظبط اعملوا اللي بقول لكم عليه ده. تمام. كده قطعت كده كل الكميه بالشكل ده كده. الراجل زي ما تقولوا كده مخلطها في من جوه اصفر وفي من جواها ابيض زي ما انتوا واخدين بالكم. بعد كده اخدتها تحت الحنفيه، غسلتها كويس جدا جدا ونزلت النشا اللي فيها، وبعد كده مليت عليها ميه عشان طبعا ما تسودش لغايه ما اجهزها، وحطيت عليها حوالي معلقتين كبار كده من الملح، وهبدا كده اسيبها مثلا نص ساعه. وبعد كده هبدا اجيب معايا زيت سخن، وهبدا انزل شويه بشويه زي ما انتم شايفين. دي الطريقه دي هي دي الطريقه الاصليه بتاعه الفارم فريتس. وفي كمان حاجه هنضيفها عليها بعد ما بنقليها نص قليه، هي دي الحاجه او السر بتاعه البطاطس الشركات. تمام. هنقليها نص قليه، النص قليه بالظبط دقيقتين على نار عاليه او 3 دقائق على نار متوسطه. تمام. انا كنت بحط دور على نار عاليه لمده دقيقتين 2 بس، وبعد كده بطلعها بتكون معايا كده استوت نص سوا، وهو ده المطلوب. حتى بتلاقوا الكيس بتاع البطاطس الفارم فريتس مكتوب عليها بطاطس نصف مقليه. تمام. فبطلع كده دور بعد دور. هم اخدوا معايا بالظبط 4 ادوار لان هم 2 كيلو بس مش كتير، فكنت بنزل تقريبا كل مره كده ايه، يعني نص كيلو او اقل طبعا عشان احنا شلنا منه القشر. تمام. بسيبها كده دقيقتين بالظبط في الزيت، هي مش بتشرب زيت ولا حاجه، وبنصفيها كويس جدا بالشكل ده كده. بنحاول على قد ما نقدر نصفيها واحنا بنطلعها. ونصيحه مني بلاش تقلوا في حله ستانلس، لان البطاطس ممكن تلزق فيها من تحت زي ما عملت معايا كده. انا قليت فيها بس مرتين ورحت مغيره الحله وحطيت في طاسه. تمام. لكن تقدروا تقلوا في حله ستانلس، لو هتقلوا اي حاجه تانية عادي مفيش مشكله، لكن البطاطس محتاجه حاجه الومنيوم. احط بقى كده دور بعد دور، وبطلع كده كل مره بطلعهم بسيبهم كده في طبق يتهووا كده معايا ويبردوا معايا شويه. وبعد كده بنبدا نجيب كده معانا صينيه كبيره. اللي انا جبته ده الرف بتاع الديب فريزر. بدات كده احطه نشفته غسلته ونشفته كويس جدا، وبدات ارص عليه كده البطاطس بعد ما بسيبها تهدى شويه. ما بحطش عليه طبعا البطاطس وهي سخنه قوي ولسه طالعه لحسن يحصل حاجه، او يعني يتحرق مني، لان هو طبعا البلاستيك بيكون بتاعه خفيف. زي ما انتم شايفين بطلع كده الاول على الطبق وبسيبه كده يتهوى شويه وتكون دافيه، وبعد كده بحطها على الرف ده، او طبعا على اي صينيه اللي هي صواني العشاء او اي صينيه كبيره عندك، بحيث ان البطاطس تبقى مفروده بالشكل ده كده وتتهوى تتهوى وتبرد معاكي كويس. تمام. بطلع كده دور بعد دور وبفرده كده على الرف بتاعي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. موضوع سهل وبسيط خالص. هنطلعهم كده كلهم ونسيبهم لحد ما يبردوا خالص، وبعد كده هتشوفوا هنضيف عليها ايه. زي ما انتم شايفين انا بحاول افرطهم كده بعيد عن بعض. الراجل زي ما انتم شايفين شكله كده خالط نوعين بطاطس مع بعض، في نوع بطاطس من جواها اصفر وفي نوع ابيض. تمام. بعد كده دي بقى اهم حاجه، ودي التكه بقى المهمه جدا جدا، ان هي بنجيب معلقه كبيره من النشا لكل كيلو من البطاطس.
يعني انا كده استخدمت معلقتين كبار هرميين من النشا على ال2 كيلو بطاطس او 2 كيلو الا شويه، طبعا عشان شلنا منهم القشر. زي ما انتم شايفين انا بوزع كده النشا، وبعمل كده طبقه خفيفه على كل البطاطس بالشكل ده كده بايديا، عشان كل البطاطس تتغلف بالنشا بطبقه خفيفه جدا جدا من النشا. وبعد كده بفردها كويس جدا على الرف او على صينيه ايا كان اللي هتستخدموه. ممكن تستخدموا كمان طبقين كبار، يعني مش شرط حاجه واحده كبيره. تمام. وبفردهم بالشكل ده كده عشان ابدا ادخلهم عندي في الفريزر. لازم نجمدهم بالشكل ده وهم مفرودين كده، عشان بعد كده نيجي نخزنهم يكونوا متفرفطين كده معانا ومش لازقين في بعض. طبعا الزيت او النسبه خفيفه قوي من الزيت اللي موجود على البطاطس بعد ما قليناها نص قليه هتخلي النشا يلزق معاها عليها بسرعه. تمام. بعد كده هاخد الرف ده زي ما هو كده، هدخله دي فريزر او الفريزر بتاع التلاجة ايا كان، وهبدا كده اسيبه لحد ما يجمد خالص معايا. اجي امسك البطاطسايه كده اخبطيها في الحيطه كده تتكسر من كتر ما هي ناشفه. تمام. دخلتها كده دي فريزر زي ما انتم شايفين. هو الرف ده بيكون فوق خالص اللي هو اول رف في دي فريزر. خرجتها كده وبدات افرطها من بعض. هتلاقيها كده بتتفرفط معاكي كده بسهوله من بعضها، مش لازقه في بعض خالص. هبدا كده اسلكها بس من الرف، وهبدا اعبيها في اكياس تخزين عادي جدا. ممكن تحطيهم كلهم في كيس واحد زي ما بنجيبه كده من بره كيس كبير، او تحطي كده في اكياس صغيره على قد الطبخه او على قد الاكله. بس زي ما انتم شايفين انا بدات كده اعبيهم على اكياس صغيره على قد الاكل على طول. اطلع الكيس وهو مجمد زي ما هو على الطاسه على طول في الزيت السخن. تمام. ما بتاخدش وقت خالص، بتلاقيها استوت معاكي. وطبعا هجربها معاكم في اخر الفيديو، ما تروحوش في اي حته عشان تشوفوها بعد ما استوت بقت عامله ازاي. تمام. هقول لكم تحفه زي بتاع بره بالظبط. وبجد لو جربتوا الطريقه دي هتدعوا لي عليها، لان هي حاجه كده حصري، ودي كده سر من اسرار الشركات ما حدش هيقول لكم عليه. زي ما انتم شايفين جبت كده الاكياس وبدات اعبيها بالشكل ده كده. هتلاقوها كده مخرفشه والشكل كده بتاعه الاكياس بالظبط، اللي هو الشكل من بره كده مخرفش، ولما بيتقلي كده بيبقى مقرمش من بره وطري من جوه. وهتشوفوها معايا دلوقتي. كده عبيت كل الاكياس، عملتهم كده على 4 اكياس. كان حلو جدا مناسب معايا قوي. طلعهم بقى لفطار لعشاء جنب الغداء ايا كان. بتبقى سهله قوي قوي ومنجزه وتحفه في البيت. بتجهزيها مره واحده وبتريحي دماغك، وبجد حاجه جميله جدا. ما تنسوش بقى لو انتم مش مشتركين في القناه تنزلوا تحت الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكم اشعار بيه. بجد هتستفادوا جدا ان شاء الله من الفيديوهات الجايه. مجهزه لكم فيديوهات حلوه جدا لشهر رمضان باذن الله، هتنفعكم وهتفيدكم وهتسهل عليكم جدا جدا وقفه المطبخ، وباسرار كده حصريه للتفريزات وكل حاجه هتلاقوها ان شاء الله. معجنات، تفريزات، سواء لحوم سواء خضار سواء فواكه، هتلاقوا كل حاجه تحتاجوها باذن الله. فما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اهم حاجه عشان اول ما انزل فيديو يجيلكم اشعار بيه. وكمان اعملوا بقى لايكات كتير للفيديوهات عشان تشجعوني ان استمر معاكم. وقولوا لي كمان ميعاد تنزيل الفيديوهات كده الساعه 1 الظهر مناسب معاكم ولا لا. تمام. انا بحاول اليومين دول انزل الفيديو يوم او يوم لا، يعني بحاول ابقى مجتهده معاكم كده، فانتوا برده ما تاثروش معايا وحطوا لي لايكات كتير وشير للفيديو. دي كده الكميه بتاعتي، كميه حلوه قوي. فهبدا كده احطها في الفريزر، وكل ما بحتاج بطلع كيس وبقليه على طول. بيبقى سهل معايا قوي. طبعا دول على قد الاسبوع وممكن ما يكملوش كمان 3 4 ايام كمان يعني. حلوه قوي. طبعا تقدري تزودي الكميه زي ما انت عاوزه. هنقلي بقى كده طبق مع بعض. انا كده قليت طبق كده لوحدي كده، يعني جبت كيس او شويه كده من كيس وقليتهم كده عشان تشوفوهم معايا. زي ما انتم شايفين بيخرفشوا حلوين قوي قوي. للاسف ما حطيتش الصوت، بس هو صوت قرمشه جميل جدا. من بره كده زي ما انتم شايفين واخده الطبقه كده، ومن جوه طريه زي بالظبط من بطاطس المطاعم او بطاطس الاكياس الجاهزه. كيس دلوقتي بقى ب 150 جنيه. فنعمل كل حاجه كده في البيت، وربنا يحسن ما بين ايديكم دايما. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش في لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ومع الف سلامه حبايب قلبي.